نشر مقطع فيديو من حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم حذف بعد ساعات قليلة فقط، لكنه فجر جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعاً في الولايات المتحدة. الفيديو تضمن تصويراً مهيناً للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، وهو ما أثار موجة انتقادات حادة من سياسيين وإعلاميين ومنظمات حقوقية. البيت الأبيض قال إن نشر الفيديو كان خطأ من أحد الموظفين وتمت إزالته فور الانتباه إليه، لكن هذا التبرير لم ينهي الغضب العام، بل فتح تساؤلات أوسع حول المسؤولية ومعايير الخطاب وحدود المحاسبة السياسية عندما يصدر المحتوى من حسابات رسمية رفيعة المستوى. القصة لم تتوقف عند الحث، ردود الفعل انتقلت سريعاً من المنصات الرقمية إلى النقاش العام، وسط انقسام سياسي واضح وتساؤلات متزايدة حول تداعيات هذه الواقعة على المشهد السياسي الأمريكي في المرحلة المقبلة. ما نعرفه حتى الآن مؤكد من مصادر إعلامية كبرى، لكن بعض تفاصيل كيفية النشر ومن يتحمل المسؤولية النهائية لا تزال قيد التحقق، في انتظار توضيحات إضافية رسمية.